أنا اسمي جاية من السودان، جيت هسه عملت عملية عند دكتور هشام والحمد لله والشكر لله العملية ناجحة بنسبة 100%. أنا دكتور أمين عثمان، أستاذ الجيوتكنولوجي بالجامعات السودانية. عملت عملية موية زرقاء بواسطة دكتور هشام غريب، والحقيقة يعني دار أقول كلام بكل صدق إنه يعني أفتكر إنه العملية دي هي أنقذتني من مصير محتوم وهو بلا شك العمى. ابتهاج إبراهيم عبد القيوم محمد، جاي من السودان. المشكلة كانت في عيني من الأول، سبحان الله. يعني أنا حسيت إنها ما بتشوف زي العين الثانية، في إنه العين مدمعة والعين محمرة والعين ألم شديد وما بقدر أفتحها. وفعلا قمنا جينا هنا والحمد لله رب العالمين. دخلت العملية وعملوا لي بنجوني، ما حسيت بأي حاجة، الحمد لله العين فتحت والألم راح. حاجة طيبة حقيقة، اسمه على مسمى، قصتها مختلفة شوية. لما عملوا لي العملية الأولى الدكتور الأول بقيت يومين ثلاثة برتاح ويومين ثلاثة بتعب، لكن هسي الحمد لله بعد العملية الأخيرة دي يمكن أنا يعني ألم يوم واحد وخفيف. السلام عليكم. أنا بشكر الدكتور هشام على عمليتي اللي هي كانت صعبة شديد قوي، ما كنت منتظرة إنه حيرجع لي النظر، والحمد لله رجعت ب3 4 عمليات. يعني بشكر والشكر جزيل الشكر. أي زول عنده مشاكل في عيونه بتاعت موية زرقاء يجي لدكتور هشام غريب، يدي تتلف في حرير إن شاء الله يا رب. وأنا سعيد جدا بإنه عملت العملية دي مع دكتور غريب، لأنه بيناقش المريض وبيبسط المسائل بصورة كويسة، وده بيساعد كثير جدا في إنه الإنسان لما يعرف مشكلته يقدر يلتزم بالعلاج. والحمد والشكر لله رب العالمين، أولا وأخيرا لله سبحانه وتعالى، وثانيا لابن دكتور هشام غريب.